وسهلا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الدنجال مشرمل. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج جوج ديال الحبات ديال المطيشه اللي محكوكين، الحامض مصيار، الحار، كميه كثيره ديال القزبره المعدوس مقطع، جوج دروس ديال الثوم، زيت البلديه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الكمون، التحميره، الملحه، سكينجبير، الخرقوم، البزار، القزبور مطحون، قزبر مطحون. وغادي نخلطوا جميع المكونات ومعلقه ديال الحامض، عصير ديال الحامض. غادي نخلطوا المكونات كاملين وغادي ناخذوا الدنجال اللي خديته هنايا، الدنجال صغيور فلحته على 4. وغادي ناخذ هاد الحشوه وغادي نوضعها في الدنجال، في الوسط ديال الدنجال كما كتشوفوا. وغادي نوضعوا الدنجال في الكوكوط وغادي نضيف عليهم الماء وشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نخليوهم يطيبوا على عافيه مهيله باش يطيب لينا الدنجال على خاطرو ويجي طايب مزيان. بالنسبه لديك الحشوه اللي شاطت غادي ناخذوها وغادي نوضعوها فوق الدنجال وغادي نسدو عليهم ونتلاقاو من بعد ما يوجدوا. كما كتشوفوا الدنجال كيجي صراحه طايب بزاف 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 وبنين بزاف. قلت لكم ترافقوه مع جميع المأكولات. كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.